اليوم نهضروا على وحده من اذكى عمليات السرقه اللي دارت، الطريقه اللي مستحيل يتقبل العقل ديال الانسان. صاحب هذه الفكره احتاج فقط 3 الحوايج باش يسرق 1.9 مليار دولار. واخا سرق هذا الرقم اللي كبير، فهو عاش حياته فقير والنهايه ديالو ما غتكونش نهايه سعيده. هادشي كله نعرفوه في هذا الفيديو، تبعوا معنا حتى الاخر باش تفهموا القصه مزيان. البطل ديال هذه القصه هو فرنسي سميتو ستيفان برايت ويزر. سنه 1995 ستيفان يسافر هو والصديقه ديالو كاترين، يمشيو لسويسرا، وبالضبط لواحد المدينه سميتها غرير. هاد المدينه معروفه بالاثارات التاريخيه اللي كانت من القرون الوسطى. غيمشيو لواحد المتحف اللي كيحتوي على بزاف ديال الاثار والقطع الفنيه اللي كيرجع التاريخ ديالها للقرون الوسطى. كان في هاد المتحف بزاف ديال الممرات وبيوتها مخصصه للوحات. كانوا الجدران ديال المتحف عامره بهاد اللوحات. اللي كان ستيفان والصديقه ديالو كيتمشاو بين هاد اللوحات، واحد اللوحه تثير الانتباه ديال ستيف. هاد اللوحه كانت من عمل الفنان الالماني سميتو كريستيان بيلهانز. اللوحه كانت عباره على واحد المراه لابسه فستان، وكانت النظرات ديالها خارجه من ديك اللوحه وكانها حقيقيه كتشوف دوك الزوار. هنايا ستيف يجيه واحد الرغبه وواحد الاحساس باش يسرق ديك اللوحه. واخا ستيف عمر سرق شي حاجه في حياته، واخا هكاك جا داك الشعور وسيطر عليه في ديك اللحظه. تيقول في عقلو بلي ديك اللوحه خص تكون ديالو. ستيف يصارح الصديقه ديالو وغيخبرها بلي باغي يسرق ديك اللوحه. بطبيعه الحال كلشي غادي يتوقع بلي كاترين غادي تنهيه وتقول له لاش بغيتي هادشي غادي تخرج على حياتنا. ولكن كاترين غتقول له بكل بساطه اوكي فكره زوينه خلينا نسرقوها. داكشي علاش ترجع معاه للمتحف وغادي تراقب الممرات اللي كانت خاويه ما فيهاش الناس بزاف. في ديك الوقت كان عدد السياح قليل، حتى الان كان قليل كيتحسبوا على رؤوس الاصابع، شي 2 ولا 3 ديال لي سيكوريتي، وما كانوا لا كاميرات لا والو. هنايا ستيف والصديقه ديالو يديروا واحد الخطه اللي هي كاترين غتحضر لي كولوار لا يجي شي واحد وستيف يتكلف باللوحه. داكشي اللي غادي يديروا. كاترين بقات مراقبه لي كولوار، ستيف يفك الكادر ديال اللوحه وغيجبدها يطويها ويديرها تحت من الجاكيت ديالو اللي كان لابس، وغادي يخرج هو والصديقه ديالو. قاموا بهاد السرقه بكل سهوله بلا ما يشوفوا حتى شي واحد. ولكن هذه غير بدايه اعظم لص لوحات واعمال فنيه في التاريخ. هاد السرقه خلات ستيفان يشعر برغبه قويه باش يمتلك لوحات. كان ديما كيبغي الفن وكيعشق اللوحات اللي زوينه، ولكن ملي غادي يولي كيمتلك وحده غتعطيه واحد الشعور وواحد الاحساس مختلف، شعور اللي بغيه يكبر معاه ويستمر في تكرار داكشي اللي دار. من تما بدا ستيف سرقه الفن، يسافر من بلاد لبلاد ومن معرض لمعرض. قام بجوله في جميع انحاء اوروبا ونفذ تقريبا 240 عمليه سرقه، 170 معرض فني كانت موجوده في 7 ديال الدول الاوروبيه مختلفه. هادشي كله دارو بلا ما يتشد، حيت كان كيدير العمليات ديالو باحترافيه كبيره، واي عمليه معقده كان ديما كيخطط باش يخرج منها بامان. اغلب هاد العمليات كانت بحال العمليه الاولى اللي دار في سويسرا. كانت الصديقه ديالو كاترين هي الشريك الدائم ديالو في جميع العمليات، كانت ديما مكلفه بمراقبه الممرات. ومهمه ستيفان هي يفك اللوحه على الكادر ديالها، وملي يسالي يطويها ويديرها تحت من الجاكيت ديالو. ولكن واش من المنطق ومن المعقول الامن ضعيف لهاد الدرجه؟ السر هنايا بكل بساطه هو ذكاء ستيفان في اختيار الاهداف ديالو. لو كان ستيف استهدف المتاحف والمعارض الكبيره لو كان تشد بسهوله، حيت هاد المتاحف كتعرف حراسه مشدده. ولكن ستيف كان كيركز على المعارض والمتاحف اللي فيها الحراسه قليله. الادوات اللي قلنا كان كيستخدمهم ستيف باش ينفذ هاد العمليات هما البراغي باش كيفك الكادر على اللوحه، والجاكيت باش ملي يطويها يديرها تحت منه. ولكن اهم اداه اللي كانت عند ستيف وما هضرناش عليها هي الثقه ديالو في النفس وبروده الاعصاب ديالو، اللي خلاتو يبقى هادئ تحت اي ضغوط توقعلو اثناء العمليه. هاد الثقه اللي كانت عنده خلاتو قادر يسرق من نفس المعرض او المتحف اكثر من مره، يتنكر غير في شي حاجه بسيطه بحال كيزيد الموسطاش ولا اللحيه ويعاود يسرق من نفس البلاصه اللي سرق منها. كانت الثقه ديالو في راسو شي حاجه ماشي عاديه. وفقا لتقديرات صحيفه نيويورك تايمز بلغت القيمه الاجماليه للوحات والاعمال الفنيه اللي سرقها 1.9 مليار دولار. تخيل هذا الرقم الكبير، ومع ذلك ستيفان ما كانش كتبان عليه شي علامه ديال الثروه او الثراء. على عكس هادشي ستيفان كان كيعيش حياه اقل من المتوسطه. كان كيخدم نادر في واحد المطعم،
وكانت الصديقه ديالو كاترين كتخدم كممرضه. تخيل كانوا كيعيشوا في بيت في دار ديال مين ستيفان، ما كانوش قادرين حتى يوفروا راسهم بيت يليق بهم. السؤال هنايا هو علاش بقاو عايشين نفس هاد العيشه رغم هاد المسروقات والقيمه العاليه لهاد اللوحات اللي كانت عندهم، واللي كانت قادره تبدل لهم حياتهم 180 درجه، من الفقر يوليو اغنياء. السبب بكل بساطه هو ان ستيفان ما باع حتى لوحه من اللوحات اللي سرق. السبب اللي خلاه ما يبيعهمش هو ستيفان ما كانش كيسرق هاد اللوحات باش يستافد منهم ماديا، كان كيسرقهم حيت كان كيعشق الفن في هاد اللوحات. الا رجعنا للسرقه ديالو الاولى، قلنا بلي اللوحه كانت مرسومه فيها امراه. هو سرق هاد اللوحه حيت كان معجب بالجمال ديالها والفن اللي كان فيها. من داك الوقت هو كيسرق اللوحات اللي كيبغيها وتيكون معجب بها، ما كانش كيسرقها حيت القيمه ديالها عاليه. كاع القنات والحيوطه في البيت المتواضع ديال ستيف كانت مملوءه باللوحات اللي كتجاوز القيمه ديالها 1.9 مليار دولار، شي حاجه اللي كتحير وكتجيب الدوخه. ولكن هاد الميزه هي اللي خلات ستيف يتلقب بلقب سارق الفن، وهذه هي واحده من الاسباب اللي خلات البوليس ما يتعرفوش على ستيف وما يتشدش على الرغم من مئات السرقات اللي دار. ولكن ستيف كان عنده واحد المشكل من نوع اخر، وهو الطمع. بغى يزيد ينمي المجموعه الفنيه ديالو اكثر. داكشي علاش عمرو كان راضي بداكشي اللي سرق، وكان باغي يزيد اكثر وما قدرش يوقف. داكشي علاش استمر في السرقه بلا حتى شي هدف او شي نقطه كان ناوي يوقف عندها. يستمر ستيفان في السرقه حتى يجي واحد النهار يرتكب فيه واحد الخطأ اللي غيقلب حياته رأسا على عقب. هاد السرقة كانت في سويسرا، وبالضبط في واحد المتحف في مدينة لوزان. كانت في سنة 1997. دخل ستيفان وكاترين المتحف كالعادة، وحددوا واحد اللوحة كهدف اليوم في ديك العملية، وبداو العملية ديالهم كيما موالفين. كاترين تراقب لي كولوار، ستيفان يفك اللوحة من الكادر ديالها. ملي فك ستيفان اللوحة من الكادر طواها ودارها تحت من الجاكيت ديالو. ملي سالا يتم خارج من الباب بكل هدوء وثقة. ولكن ملي تم خارج، واحد من الحراس لاحظ ستيفان كيحاول يخبي شي حاجه تحت من الجاكيت ديالو. الحارس تنوى ودخلوا الشك بلي شي حاجه واقعه. غيمشي يضرب دوره بالخف في المتحف ويشوف شنو واقع. هنايا غادي يلقى واحد اللوحه ما كايناش. غيمشي كيجري ورا ستيفان والصديقه ديالو كاترين اللي خرجوا وركبوا الطوموبيل ديالو. لكن قبل ما يتحركوا بالطوموبيل غيوقف الحارس السياره ديال ستيفان وغيمنعهم باش ما يهربوش. وحيت كان مركز الشرطه قريب من المتحف، كانوا البوليس كثر في ديك البلاصه. داكشي علاش ما كان قدام ستيفان حتى شي خيار من غير يسلم راسو للبوليس بلا ما يقاوم. اعتقلوا ستيفان في مركز الشرطه باش يتسنى المحاكمه ديالو نهار الثاني. كانت المحاكمه صغيره وبسيطه حيت الجريمه ما كانتش كتعتبر جريمه كبيره، واللوحه اللي سرق ما كانتش عندها شي قيمه او شي اهميه كبيره. وقت المحاكمه ستيفان يبقى يبكي ويمثل عليهم. قال لهم باللي المره الاولى في حياته اللي كيدير شي غلط بحال هذا، باللي غراتو نفسه ملي شاف ديك اللوحه وما قدرش يتحكم في راسو. ستيفان ما كانش عنده شي سجل جنائي. التمثيل ديالو على القاضي باللي ندم على داكشي اللي دار قدر يقنع القاضي ويطلق السراح ديالو بلا شي عقوبه مشدده. الحكم ديال القاضي كان هو يبقى ستيفان 8 شهور تحت الاشراف ويغادر سويسرا ما يدخلش ليها حتى تسالي العقوبه ديالو، يعني 8 شهور ما يدخلش لسويسرا. هذا الحكم هذا ما غاديش ياثر في ستيفان، وغادي يستمر في السرقه في السنوات اللي جايه كما العاده في مختلف البلدان الاوروبيه باستثناء سويسرا بطبيعه الحال. من بعد 4 سنين سنه 2001 ستيفان يقول باللي السرقه اللي كتشد عليها تنسات، وجا الوقت باش يعاود يرجع لسويسرا مره اخرى. غيقبض ستيفان والصديقه ديالو كاترين الطياره وغادي يرجعوا لسويسرا، وبالضبط للمدينه اللي تعتقل فيها قبل 4 سنين اللي هي لوزان. ولكن هاد المره ما غاديش تكون العمليه في نفس المتحف اللي تشد فيه. هاد المره ستيفان يحط عينو على واحد البوق قديم كاين وسط واحد الصندوق ديال الزاج. فتجي السرقه ديالو صعيبه على اللوحات، واخا هكاك فهو كان قادر باش يسرق داك البوق بحال ديما. غيديرو تحت من الجاكيت ديالو وغادي يغادر المتحف بلا مشكل. ستيفان كانش عنده الثقه في راسو عاليه بزاف، بعض المرات كتوصل حتى الغرور. من بعد يومين يقرر باش يرجع لنفس المتحف ويسرق قطعه فنيه واحده اخرى. دخل بكل ثقه هو وكاترين وحط العينين على اللوحه اللي كان مستهدفها، وبدات كاترين المهمه ديالها المعتاده.
مقابله لي كولوار. ستيفان بدا كيحيد اللوحه على الكادر ديالها، ملي سالا طواها ودارها تحت من الجاكيت ديالو. ولكن هاد المره لقى راسو دايرين بيه الحراس من كل قنت. اللي وقع هو واحد من الحراس عقل على الوجه ديال ستيفان من العمليه اللي دار هاد يومين. حس الحارس بلي ستيفان مشبوه، على من صحابو بقاو مراقبينه حتى قبطوه متلبس وهو سارق اللوحه من بلاصتها. من بعد داكشي غادي يعتقلوه وغيديوه لمركز الشرطه. خلال تحقيقات الشرطه معاه حاول ستيفان يلعب نفس اللعبه اللي لعبها المره الاخرى اللي شدوه فيها، وقال لهم باللي مجرد ميل مؤقت للسرقه وباللي ندمان على هادشي اللي دار. ولكن هاد المره المبرر ديالو كان ضعيف، حيت يلاه يومين باش سرق البوق ورجع باش يسرق اللوحه. من المستحيل يكون غير نزعه مؤقته، هذه كلها سرقه مخطط ليها. من بعد البحث والتحقيق غيحصلوا المحققين على تقرير متعلق بالسرقه السابقه اللي دارت في نفس المدينه ملي تعاطف مع القاضي في سنه 1997. عرفوا المحققين باللي كانوا قدام سارق متسلسل. اتصل الشرطه السويسريه بالشرطه الفرنسيه وتخبرهم بتفاصيل القضيه. تاخذ الشرطه الفرنسيه مذكره تفتيش منزل ديال ستيفان، واللي كما قلنا كان عايش مع الام ديالو. تدخل الشرطه الفرنسيه للمنزل ديال ستيفان، ولكن تكون المفاجاه هو الدار كانت خاويه من جميع اللوحات والاعمال الفنيه، ما كان حتى شي اثر ديال شي لوحه او قطعه فنيه. السؤال هو كيفاش حتى اختفت جميع اللوحات؟ اللي وقع هو الصديقه ديالو كاترين الوقيته اللي تعتقل اتصلت بالوالده ديالو وخبرتها باللي اعتقلوه، وخاصها تغبر كاع دوك اللوحات والاعمال الفنيه اللي مسروقه وما يبقاش عندهم الاثار. تحركت الام بالزربه وتخلصت من جميع اللوحات اللي كانوا في الدار، حرقت النص من داكشي، وملي حسات بلي ما غاديش يكفيها الوقت لوحات الباقي في القادوس ديال الزنقه. من بعد شي ايامات يلاحظوا الناس دوك اللوحات. هنايا غادي يتصلوا بالشرطه. ملي جاو البوليس وخرجوا دوك اللوحات عرفوا بلي جميع اللوحات كانت مسروقه من متاحف مختلفه في جميع انحاء اوروبا، وبعض هاد اللوحات كتساوي الملايين. من بعد ما انتشرت الاخبار تم الابلاغ الشرطه السويسريه اللي كانت معتقله ستيف. طبيعه الحال ستيفان كان معتقل، ما في خبارو والو بشنو واقع. فهنايا المحققين يقولوا له باللي حصلوا على واحد الكنز سري، وبدا ستيفان بالاعتراف وخبرهم كلشي. حتى الشرطه والمحققين ما تخيلوش باللي شخص واحد قدر يسرق جميع هاد اللوحات والاعمال الفنيه من مختلف الدول الاوروبيه لاكثر 170 معرض. ولكن ستيفان اعترف بكلشي. من بعد ما غادي يعترف ستيفان يتحكم عليه بالسجن 3 سنوات، ولكن غادي يدوز غير عامين. ما كانش ستيفان بوحدو اللي تحكم عليه، الصديقه ديالو كاترين تحكمات ب6 شهور ديال السجن، والام ديالو عطاوها عام ونص حيت هي اللي دمرت اللوحات. تفرق مع الصديقه ديالو كاترين من بعد ما غتخرج من السجن، ما بقاتش باغا تكمل حياتها معاه. اما الام ديالو ما بقاتش عاودت تواصلات معاه من ديك الوقت. ستيفان غادي يعيش سنوات قاسيه من بعد ما غادي يخرج من السجن، غيولي عايش بوحدو ما عنده لا فلوس لا والو، وغيولي مكتئب معظم الوقت. حاول ستيفان يكتب كتاب على حياته باش يدخل شويه الفلوس باش يعيش، وسماه اعترافات لص الفن. ولكن الكتاب ما غاديش يحقق شي مبيعات كثيره وغادي يفشل تجاريا. من بعد ما غيحس ستيفان بلي الابواب تسدوا في وجهه غادي يقرر باش يرجع للسرقه مره اخرى للوحات الفنيه. ولكن هاد المره ماشي حيت كيعشق الفن، كان الهدف هو يبيع اللوحات ويقبض الفلوس. وكما قلنا باللي الناس اللي كتسرق وكتبيع تيكونوا ساهلين الشرطه باش يقبطوهم. غيتم الاعتقال ديالو سنه 2011 وهو كيحاول يبيع واحد اللوحه من اللوحات اللي سرق. ملي قلبوا الدار ديالو فين كان ساكن غيلقاو عنده 30 لوحه مسروقه. اعتقلوه المره الثانيه، وكما المره الاولى تحكم 3 سنين ديال السجن. من بعد ما غادي يدوز الفتره السجنيه ديالو غادي يخرج من الحبس ويبقى تحت المراقبه، وغادي تعتقل المره الثالثه في سنه 2019 ملي كان كيحاول يبيع شي اثارات في موقع اي باي. كيظنوا يكون سرقه قبل ما يتعتقل المره الثانيه في 2011. من تما ما بقاتش بان شي اخبار على ستيفان. واخا هكاك ستيفان برايت ويزر خلد الاسم ديالو كاعظم لص فن في التاريخ، وما كنظنش يكون شي حد ينافسو على هذا اللقب او يقدر يقرب ينافس القيمه الاجماليه اللي سرق واللي تقدرات ب 1.9 مليار دولار. حتى لهنا نكونوا سالينا هذه القصه. شكرا على المشاهده، نتلاقاو في فيديو جديد وقصه جديده. سلام.